10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. تطور البرامج التنموية والأمنية المنفذة في الإقليم الجنوبي. نسبة التطعيم تبلغ 100% في منطقة روبروبيا مديرية فورو. سفارة إريتريا في الرياض تناقش سبل تنفيذ البرامج. مئة 45 مفقودا إثر قارب قرب الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعلن ميزانية قدرها 400 مليار يورو للجيوش الفرنسية. بلينكن يشير لانخفاض التوتر مع الصين. مرحبا بكم. أفاد حكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا أبتسفاتيون بأن عام 2022 شهد طفرة كبيرة، وذلك نتيجة لتنفيذ برامج تنموية واسعة كتنفيذ أنشطة عززت من الإنتاج الزراعي وإعمار وصيانة البنى التحتية للخدمات الاجتماعية والقطاع الزراعي، وكذلك تقليل مشاكل المواطنين. وأوضح التقرير المقدم في التقييم الذي جرى في 20 من يناير في مدينة مندفرة عاصمة الإقليم تنفيذ أنشطة تنموية فعالة ساهمت في حماية التربة والمياه وصيانة أكثر من 400 كيلومترا من الطرق الترابية بمشاركة 4 مليون مواطن. كما تم بناء حفيران في منطقتين بمديرية ماي عيني وسدود في مديريات دباروا وصنعفة وماي مني وماي عيني وسجنيتي للشرب والسقي. وأفاد التقرير عن تقديم المواطنين أكثر من 23 مليون نقفة و414 أبقار و1778 من الضأن والماعز وغيرها لصالح برامج التصدي، وتجميع حصاد 21429 أسرة شهيد وأسر حماية الوطن، وكذلك 3.2 مليون نقفة لتقديم المدارس وتطويرها. وأشار التقرير فيما يتعلق بأوضاع الخريف والزراعة، أشار إلى انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 24%، وذلك نتيجة لقذارة الأمطار في شهري يوليو وأغسطس وشح أمطار الربيع. وذكر أن تقوية الإدارة المنسقة القوية لإصلاح مساقط المياه وتعزيز الإنتاج الزراعي وكذلك بناء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية من أهم برامج 2023. أعلن مساعد التمريض رضوان جمال بأن نسبة التطعيم في منطقة روبروبيا في مديرية فورو إقليم شمال البحر الأحمر بلغت خلال عام 2022 100%. كما ارتفعت نسبة الولادة في المؤسسات الصحية ب 17%، بينما انخفضت نسبة متابعة الحوامل أوضاعهن الصحية في تلك المؤسسات. وبعد مناقشة الأسباب مع الشركاء تم بناء غرف انتظار الحوامل. وأشار إلى ارتفاع نسبة المواطنين الخاضعين للفحوصات الطوعية بهدف الحد من الأمراض التناسلية إلى 53%، وذلك أثبتت الفحوصات التي جرت ل 180 حامل بأن نسبة الإصابة بفيروس المناعة المكتسبة الإيدز كانت 0، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص الخاضعين لفحوصات السل ب 45%، وقد تأكدت إصابة شخصين فقط. وأوضح بأن المنطقة هي إحدى المناطق الموبوءة بالملاريا، لذلك تشهد أنشطة النظافة واسعة باستمرار، وقد تم توزيع أكثر من 16,000 ناموسية. وقال مساعد التمريض محمود صالح إن إنجاز أعمال جيدة في توعية المواطنين صحيا ورعاية الحوامل قبل وبعد الولادة ساهم في استفادة المواطنين من المؤسسات الصحية كما يجب. وناشد السكان لارتقاء المركز الصحي إلى مستوى عيادة نظرا للكثافة السكانية في المنطقة. ويقدم هذا المركز الخدمات الصحية لأكثر من 10,000 مواطن في منطقة روبروبيا وعربتو ومحفودة ووادي حداث.
يتم بناء سد جديد في منطقة عدي قيب مديرية قلنفحي الأقليم الأوسط بالتعاون بين المواطنين والحكومة يسع 70 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح المشرف على العمل المهندس تسفى ماريا منغستو بناء حوالي 500 متر، مما يؤكد ذلك إنجاز 17% من مجمل الأعمال. واتخذ السكان خطوة بناءة تمثلت في بناء مدرجات بطول 200 متر لإصلاح مساقط المياه بهدف حماية السد من امتلائه بالطمي، ويتوقع منه تأمين متطلبات المياه للشرب والسقي والري. وقالت مديرة ضاحية مرحان عدك السيدة فروين برهاني أن سكان المنطقة قاموا بشق طريق ترابي بطول كيلومتر يؤدي إلى مكان بناء السد، وظلوا يساهمون بطاقاتهم لإنجاز المهام. وأعرب السكان عن أمنياتهم لتخفيف المشاكل التي كانت تواجههم بالتزامن مع اكتمال السد. وتوضح إدارة مرحان عدق تبرع السكان العام الماضي 400 ألف نقفة لبناء فصول دراسية إضافية. بحثت السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية تنفيذ البرامج في اجتماع عقدته مع أعضاء الجالية الإريترية في الرياض يوم 20 من يناير. وأوضحت القائم بأعمال السفارة الإريترية السيدة ويني جرزجيهير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإريتريين في الرياض وكذلك المتواجدين في دول البحرين ولبنان وسوريا وعمان والأردن والعراق التي تشرف عليها السفارة. وقالت إن قرار الحكومة السعودية لدفع كل عضو أسرة مبلغ 400 ريال شهريا أدى لصعوبات معيشية، والكثير من الأسر لم تستطع تجديد إقاماتها. وأشارت إلى وجود مكاتب قانونية في أسمرة والرياض لاستجلاب العمال بترخيص من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. ومعرفة السفارة الإريترية في الرياض من عام 2018 غير أن العمال القادمين للعمل عبر السماسرة غير القانونيين يواجهون المصاعب ويأتون للشكوى إلى السفارة التي يصعب عليها مساعدتهم لعدم معرفة عنوان المشغل، داعية الجهات المختصة للقيام بالمراقبة القوية. وذكر مسؤول الشؤون القنصلية والإدارية السيد ولد سلاسي جبرمتهن في التقرير الذي قدمه عن الخدمات القنصلية عام 2022 أن السفارة تقوم بحلول مؤقتة لوجود تأخير في وثائق الهوية والجوازات. نظم نفير نظافة في مديرية أباشاول يوم 21 من يناير لضمان إصحاح البيئة. وقال المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد رزان أعلم إن السكان اتخذوا المبادرة لخرق دافع لمبادرة صيانة الطريق في المديرية، داعيا للاهتمام بعمليات رمي النفايات تحت جنح الظلام. وأوضح مديرا ضاحيتي جرحي والمنطقة الوسطى أن النفير سيتم 4 مرات شهريا لنتائج جيدة. وأكد المشاركون في النفير على أهمية العمل الذين يقومون به على الصحة العامة، منادين لفتح دورات المياه العامة ليلا وإنارتها. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد العالمي، حيث أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية فقدان 145 شخص على الأقل إثر قارب كانوا على متنه شمال غرب البلاد وسط مخاوف من وفاتهم. وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في المنطقة جان بيير وأنجيلا في مؤتمر صحفي إن 145 شخص على الأقل في عداد المفقودين ونخشى وفاتهم. وألقى وانجيلا بالنوم على الحمولة الزائدة في قرق القارب. ووقع الحادث قرب بلدة باسانوكو عندما انقلب قارب آلي محمل بالبضائع والحيوانات في نهر لولونجا. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين محليين قولهم إن نحو 55 شخص نجوا من الكارثة.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجيوش الفرنسية ستحصل على ميزانية قدرها 400 مليار يورو خلال الفترة من عام 2024 و 2030 في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل، وهي زيادة بمقدار الثلث مقارنة بالميزانية السابقة. جاء ذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد خلال لقائه مع الجنود في قاعدة مون دو مارسان الجوية في غرب فرنسا. وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر إلى أنها ستكون كبيرة. وأوضح أن ميزانية عام 2019-2025 الدفاعية كانت تهدف إلى البدء في بناء قدرات احتياطية بعد قصور في الاستثمار على مدى العقود السابقة. كما وعد بزيارة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية، مشيرا إلى أن ميزانية مديرية المخابرات العسكرية ومديرية استخبارات الدفاع والأمن ستتضاعف بهدف شن حرب استباقية. رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه أعرب مجددا عن قلقه بشأن تايوان. ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: أعتقد ذلك لأنك عندما تتحدث وتنخرط يكون للأمر هذا التأثير غالبا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن باقي العالم يتوقع منا أن ندبر هذه العلاقة بمسؤولية، لكن الدول الأخرى تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضا. وسيتوجه بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 من فبراير المقبل وفقا لمسؤول أمريكي، هي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على هذه الزيارة على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر 2022. ارتفعت درجات الحرارة في جرينلاند إلى مستوى لم تصلها منذ 1000 عام بحسب ما أكدته دراسة نشرتها دورية تنشر العلمية أعادت بناء الظروف فيها من خلال الحفر في عمق الغطاء الجليدي. وقال أحد المشاركين في الدراسة: للأسف الأخبار السيئة التي نعرفها من الواضح أننا بحاجة لكبح جماح هذا الاحترار لوقف ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند. ومن خلال الحفر في الصحيفة الجليدية لاستعادة عينات من الثلج والجليد تراكمت على إمداد مئات السنين، تمكن العلماء من إعادة بناء درجات الحرارة في شمال ووسط جرينلاند من عام 1000 ميلادي إلى عام 2011. ووجدت الدراسة أن خلال ذلك العقد كانت درجة الحرارة أدفأ بمعدل 1.5 درجة مئوية عن القرن العشرين. وبموجب اتفاق باريس للمناخ، وافقت الدول على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 2 درجات مئويتين. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. تطور البرامج التنموية والأمنية المنفذة في الإقليم الجنوبي. نسبة التطعيم تبلغ 100% في منطقة روبروبيا مديرية فورو. سفارة إريتريا في الرياض تناقش سبل تنفيذ البرامج. 145 مفقودا إثر قارب غرب الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعلن ميزانية قدرها 400 مليار يورو للجيوش الفرنسية. بلينكن يشير لانخفاض التوتر مع الصين. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.